هلو هلو. فتة العيد يا جماعة. أنا الفتة بتاعتي غير أي فتة. عيش محمص، رز معمول بقى بحاجة كده خلطة سرية هقول لكم عليها في نص الفيديو، تابعوني. حاجة كده جديدة خالص، شوية شوربة بقى كده بالبهاريز. الله يا جماعة، الريحة خطيرة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا اللحمة بتاعتي، وأحلى حاجة في الشوربة يكون معاها حتة ماسورة حلوة عشان تنزل كل النخاع اللي فيها. مية مغلية، هنزل باللحمة، هاسيبها تغلي خالص، هشيل الريم بتاعها، وهعمل بقى ايه؟ بصل وطماطمايه ونص جزرايه، احط عليهم ورق لورا، حبهان، قرنفل، عود قرفه، مستكه، واحدتين كده مستكه، شويه سبع بهارات صغيرين قوي، فلفل اسمر وشويه ملح. واللي يقولك اوعي تحطي الملح الا لما اللحمه تتسلق، قولوا له شكرا على المعلومه البايظه دي. تمام، حطي الملح وعلى ضمانتي واللحمه هتستوي وتبقى زي الفل. هاجي بقى كده بعد ما الشوربه بتاعتي مرقت خالص وشلت كل الريم بتاعها، هنزل بخلطه البصل والطماطم والجزر، وشمي وكلي اطعم واحلى شوربه لحم. خلاص كده نيجي بقى نعمل الصلصه. شويه زيت على حته زبده، وهنزل بتلات اربع خمس ست فصوص توم كده حلوين، هحمرهم وهشيل منهم معلقه على جنب، دي اللي هحطها على وش الفتة. خلاص التوم بتاعي اتحمر، هنزل بربع فنجان من الخل يغلو كده شوية، وبعد كده هنزل بصلصة الطماطم بتاعتي. خلاص، وهحط بقى التوابل بتاعتنا، شوية فلفل اسمر وشوية ملح وعود من البنجر بيخليها كده حمرة وطعمها مسكر. نيجي للرز بتاعنا، وزي ما قلت لكم هعمله بطريقة حلوة جدا. شوية زيت وحتة زبدة، حطيت عود حبهان يكون مفتوح بيديله ريحة حلوة، واحط ايه شوية مستكة، يا دوبك المستكة كده تسيح، وهنزل بالرز المغسول، شوية ملح وشوية فلفل أبيض. طيب بتسقي الرز بإيه؟ بالشوربة ولا بالمية؟ ولا بده ولا بده، هسقيه باللبن. بإيه؟ باللبن. وهوريكم دلوقتي وهيطلع معايا أطعم وأحلى رز. أهم حاجة في الرز عشان يطلع مفلفل، كل حباية من الرز تتغلف بالزبدة أو بالسمنة اللي هتعمليه فيها. ادي كوبايه اللبن، تكون طبعا سخنه بتغلي زي ما بنحط الميه للرز بالظبط. انا كده حطيت كوبايه اللبن، وهحط شويه ميه كمان عشان لقيت الرز لسه محتاج. بجد طعامه وريحه وحلاوه، وطبعا جربي الطريقه دي ان شاء الله وهتعجبك جدا. خلاص قلبت الرز اهو، اول ما يتشرب خلاص اتشرب اهو، وهيطلع مفلفل معايا ولا معجن ولا اي حاجه. هغطيه بقى واحطه على الشياط. نيجي بقى للعيش، نقطع طبعا عيش بلدي لازم للفتة، هنقطعه كده بالمقص بتاعنا او بالسكينة او اي حاجة عندك. حطيته في الطاسة اللي هعمل فيها شوية زبدة وشوية ملح وفلفل، وعلى نار هادية خالص. عايزة تحطيها في الفرن حطيها في الفرن. نيجي بقى للحمة بتاعتنا، شوية زبدة كده بعد ما اتسلقت بقى، نجيب شوية زبدة كده ونحط فيهم اللحمة ونحمره اهو. خلي بالك من تحميرها عشان ما تطلعش ناشفة وتبقى ناشفة كده على البق. ادي الشوربة خلصت بالبهاريز بتاعتها، وادي الرز مفلفل، وادي اللحمة، وادي العيش محمص ولونه ذهبي وتحفة. الصلصة بتاعتي اللي ريحتها جايبة لآخر الشارع. ويلا بقى بينا نطبق طبق الفتة. انا هنا العيش بحب احط اطعمه الاول بشوية صلصة ومعلقة شوربة واحدة، وهيطلع ان شاء الله لسه هيبقى ناشف، مش هيطرى معانا خالص. هقلبه تقلبتين كده، وهحط حتة تومة من اللي انا محمراها. بجد يا جماعة بيبقى طعم العيش رهيب. جربي الطريقة دي. خلاص كده هنحط بقى الرز بتاعنا عادي، طبقة الرز بتاعتنا. شايفين يا جماعة الرز مفلفل ازاي؟ والله الواحدة بوحدتها. وابيض بقى، حط الصلصة اهو زي ما انتم شايفين. طبق الفتة يعني طبق اساسي في العيد. شوية التوم بقى المحمر ده بيدي طعم حلو جدا. وارص اللحمة بتاعتي جنب شوية سلطة بقى كده، خطير. واوعوا تنسوا الشوربة اهو. هقدمه بقى معاكم كده وجربوه، والف هنا وشفا، وباي باي.